يو السلام عليكم. بشار الاسد الحاكم ديال سوريا اللي عاش الحياه ديال الشرف، لقيشه اللي الشعب ديالو كيعاني من الحرب والجوع، لقى راسو محطوط في واحد الظروف اللي ما كانش كيتوقعها وما كانش كطيح ليه على البال. لحظه ديال الغليان الكبير اللي الشعب فيها ما بقاش قادر يصبر، الاحتجاجات كانت كتعلى والغضب غادي وكان كيتزاد، وفاصل البوابه ديال القصر اللي ما كانوش حتى كيقدروا يشوفوا فيه كان بمثابه واحد القلعه محصنه. الناس قرات الاقتحام والدخول، وهذا الشيء ما بقاش غير قرار، الناس بصح هرسات الباب ودخلات. دخلوا للقصر اللي كان رمز ديال القوه والجبروت، وتما كانت الصدمه ديال الشعب السوري، مشاهده لشي حوايج اللي عمرهم شافوها، الغرق ديال الفلوس، الاتات الواعر، الساعات الواعره، والحوايج ديال البراندات عالميه، والطوموبيلات اللي العدد ديالها ما كيتحصاش. العربيه تعرابت ان هذا الحاكم كان عايش في الرفاهيه المطلقه، لقيشه اللي الشعب ديالو كان كيموت بالجوع. هاد اللحظه كانت كافيه باش ان توصل رساله ديال الشعب السوري، رساله ديال الغضب، رساله ديال الثوره. وسط هادشي كامل بشار الاسد ما بقاش اسد وما كانش حاضر تما. الراجل اللي كان كيتحكم في سوريا قرر انه يهرب. الطياره هبطات بالليل وزاتو هو اقرب الناس ليه ومشات، وخلى وراه كل شيء، الفلوس، الحوايج، الطوموبيلات، الحكم. الهروب كيتعتبر بدايه ديال الحساب لبشار الاسد، والشعب السوري كيكتب مرحله جديده. دار الحاكم اللي كانت كتعبر على القوه والجبروت ولات كتعبر على الهزيمه. وهذه اللحظه كتخلي الجميع انه يتساءل واش هذا الشيء اللي وقع هو فعلا بدايه ديال عهد جديد ولا غير صفحات جديده في الكتاب ديال المعاناه ديال الشعب السوري. الوقت غادي يجاوبنا كاملين على هذا السؤال، ولكن الامل كيبقى ديما في يد الشعب اللي كيناضل من اجل المستقبل اجمل وبلد اجمل. انا جعفر علقي، صانع محتوى مغربي. ما تنساوش سيبورتيوني، ديروا لايك وتكومونطيو وتابوناو، وإلا كان شي سوجي تبغيوني ندويو عليه خليوه لي في دي كومونتير. هذا فيديو خفيف ظريف، ما تنساوش تضربوا دويره في القناه باش تشوفوا النوع ديال المحتوى اللي كندير وتعرفوا عليه.